كانت هناك تخطيطات لضرب الجزائر وأمن واستقرارها بمخطط شيطاني، وتأكد ذلك عند محاولة دخول قبيلة كبيرة من الأفارقة الذين تصدوا لها ملوك الصحراء التوارق كما يظهر أمامكم في الفيديو. والجيش الجزائري الذي يحمي الجزائر شبرا شبرا، وقوات حرس الحدود الجزائرية القوة الضاربة واقفة وبقوة لحماية الجزائر والتصدي وكشف كل المخططات الشيطانية ومحاولة دخول الجزائر بالطرق الغير القانونية. بعد هذا الموقف وفي تصريحات الفريق الأول شنقريحة خلال زيارته إلى وحدة الناحية العسكرية الرابعة، اسمع هنا وش قال: الجزائر لطالما وقفت إلى جانب البلدان الإفريقية لا سيما عبر مرافقتها في تسوية أوضاعها الأمنية من خلال توظيف الحلول الداخلية واحترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية. كما أكد شنقريحة أنه ليس بالسهل المحاولة مع الجزائر وجيشها وشعبها، حين قال: بطولات شهداء الجزائر الذي منحوا لمعاني التضحية مدلولها الحقيقي وجعلوا من أجسادهم الطاهرة جسر عبرت به الجزائر إلى بر الاستقلال والحرية والسيادة الكاملة.